تعالوا نعمل أطيب أندومي ممكن تدوقوه في حياتكم. ماشي، يلا نجرب. أول إشي على النار حميت الزيت، ليفنا الزيت ورح أنزل بصلة مفرومة فرمة ناعمة، وننزل بالبصل، ورح أنزل فليفلة خضرة فوقهم مفرومة فرمة ناعمة، وادي الفلفل الأخضر رح انزل فلفله حمراء مفرومه فرمه ناعمه كمان. كده هتخلصوا لي الفلفل. يلا مش مشكلة. ومعلقه كبيره صلصه بندوره. وبنحركهم، وادي صلصة الطماطم، ونقلب، وبننزل الأندومي فوقهم، وادي الاندومي، وبننزل بهارات الأندومي، وبننزل عليهم مي سخنة، وبنغطيهم من 3 ل5 دقائق. وننزل بالمية ونغطي ونسيبها من 3 ل5 دقايق. وبعد 3 دقايق بحركهم شوي زي هيك بتكون استوت معنا. وبعد 3 دقايق الريحة بتشهي كتير. وهلأ بدي أستعمل معلقتين جبنة دهن من لا كريمة، ونحط معلقة جبنة كريمي. يوه بالراحه. وبنحركها، ونقلب، وشوفوا قوامها جميل ازاي. وهيك جهزت الأندومي. وهيك جهزت الاندومي. ودي بقى اهم لحظة، هنشوف الطعم ونحكم. ويلا ندوق. بسم الله. امضغها بالراحة. طعمها فعلا خطير، احييكي على الوصفة، وبجد الجبنة الكريمي نقلتها في حتة تانية خالص. بيرفكتو. لازم تجربوها.